واش بصح قال طارق بن زياد البحر من وراكم والعدو من قدامكم؟ بزاف ديال الناس كيظنوا هاد الجملة حقيقية، ولكن في الحقيقة راها خرافة. طارق ما خلاش وراه خطب مكتوبة، وكل شيء اللي كنعرفوا عليه كتبوه مؤرخين من بعد ما مات بسنين طويلة. الجملة المشهورة ماشي مؤكدة، وحتى بعض المؤرخين المسلمين والأجانب كيقولوا ما يمكنش يكون قالها. علاش؟ حيت طارق كان عاقل ومتزن، وماشي من النوع اللي كيحبس الجنود ديالو بين العدو والبحر. هاد السيد دار فتح كبير، كان عنده غير 7000 جندي، وواجه جيش فيه أكثر من 100,000 في معركة وادي لكا سنة 92 هجري. وبزاف الناس ما كيعرفوش أن طارق ماشي عربي، راه أمازيغي من قبيلة نفزة. وكاين مؤرخين أوروبيين حاولوا يمحيو الأصل ديالو ويقولوا عليه غي تابع موسى بن نصير، مع أنه هو اللي فتح الأندلس كاملة. حتى جبل طارق مازال كيتسمى باسمه، ولكن في كتبهم كيذكروه بالزربة أو ما كيذكروهش. دابا خاصنا نرجعوا القصة لصحابها ونفهموا علاش كيحاولوا يطمسوا تاريخ بحاله.